بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حياكم الله ومكانكم ومحلكم، وأتشرف بأن أكون معاكم في هذا اللقاء، وفرصة أن يعني نبين لأبناء الشعب الكويتي بعض التحركات النيابية بما يخص الوضع الإقليمي بشكل عام، وقضية إبطال المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله. يعني هي يعني لا يخفى على الجميع أن هناك اتفاقية تم إبرامها في سنة 2012 وتم إيداعها في الأمم المتحدة من الطرفين، الطرف العراقي والكويتي في 2013. وهناك طعن تقدم من نواب في البرلمان العراقي بذاك الوقت يحملون ذات الصفة وذات أسباب الطعن اللي حصل الآن. ومع هذا المحكمة الاتحادية حصنت هذه الاتفاقية، وبعد مرور 10 سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وأصبحت اتفاقية نافذة تم إبطالها. الآن هو المحكمة الاتحادية هي محكمة عراقية، شأن عراقي لا يعنينا. بالنسبة لنا ككويت هذه الاتفاقية قائمة سارية معترف فيها دوليا، ولكن ما يحصل الآن من نقض لهذه الاتفاقيات هو ما يدعي مو فقط الكويت، أعتقد ما يدعي دول العالم أجمع، كائنا من كان أي دولة تقوم بإبطال اتفاقياتها القائمة والتي دخلت حيز النفاذ يساور أو يدخل الشك في قلب أي دولة ستعقد اتفاقية مستقبلية مع هذه الدولة. يعني أنا الآن كرئيس لجنة خارجية لو تأتيني أي اتفاقية مع العراق، قبل أن أناقشها في الجانب الفني سأناقش الجانب الاستراتيجي لهذه الاتفاقية. هل ستكون عرضة للإبطال؟ مو فقط الكويت، أنا أعتقد كل دول العالم ستكون هذه النقطة تحديدا في أذهانهم. وما استدعاني في الخروج أيضا في القنوات العربية وفي في التصريحات من خلال البوديوم ليس إبطال هذه الاتفاقية مثل ما ذكرت لكم هو شأن عراقي لا يعنيني. بالنسبة لي هي الاتفاقية معترف فيها دوليا، وهناك أعراف دولية تحمي هذه الاتفاقيات وقوانين دولية تحكم هذه الاتفاقيات. ولكن ما دعاني للظهور هو السرد التاريخي لهذه الاتفاقية، وقلتها في تصريح سابق مع تحفظي الكامل على ذهاب بعض النواب لمحكمة اتحادية لمناقشة اتفاقية قائمة. هذا أمر لا يجوز، ولكن إن أردتوا أنكم تذهبون، الحكم هي بالنهاية قضية، هي اتفاقية فنية، اتفاقية فنية. الحكم توسع وناقش جوانب تاريخية مغلوطة في صدر الحكم، وتكلم عليها من 1500 إلى 1990. ما دخل الجانب التاريخي. علاوة على هذا أن الجانب التاريخي الموجود في صدر هذا الحكم يحمل مغالطات تاريخية لها أول ما لها آخر. يتكلم عن أن الكويت تابعة للدولة العثمانية مو صحيح، مو صحيح. لا تدخل مع الكويت في التاريخ، حتما ستكون خسران. الكويت منذ نشأتها إلى يومنا هذا لم تحكم إلا من الصبح، لم يعين عليها أحد، أسوة ببقية الدول الخاضعة للدولة العثمانية. ولكن نقاشي من حيث المبدأ، لماذا الدخول في الجانب التاريخي؟ ولماذا ترديد خطاب سيء جر المنطقة كلها في فترة سابقة إلى وضع مأساوي؟ فلهذا وكان تنفيذا لكلامي وتصريحي، أي جانب تصعيدي عراقي سيواجه أيضا جانب من البرلمان بتفعيل أدواتهم الدبلوماسية. حنا بالنهاية وأنا ذكرتها ليس جبن وليس خوف ولكن هو احترام للأعراف الدولية وكيفية التعامل مع هذه الملفات. فيجب علينا التواصل، وقلتها، مع البرلمانات الشقيقة والصديقة والدولية لشرح الحالة، ليس دفاعا عن الكويت،
دفاعا عنهم، دفاعا عن اتفاقيات مبرمة مودعة في الأمم المتحدة. أصبح الشأن ليس شأن كويتي، هو شأن عالمي الآن لدى مجلس الأمن والدول التي يعني تقوم على احترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها. فاليوم ليست الكويت، يعني لا يمكن أن نقول والله هذه الاتفاقية فسخة أو إبطالها هو شأن كويتي عراقي. لا، هذه الاتفاقية أودعت في الأمم المتحدة واعترفوا فيها، فبالتالي هي ليست شأن فقط كويتي عراقي. الكويت التزمت بتعهداتها الدولية، والتزمت بالاشتراطات الدولية وطريقة إبرام الاتفاقيات بشكل صحيح، وقامت في دورها. الآن الدور يجب أن يكون هناك دور دولي، وهذا ما حصل في بيان المشترك. وأنا أشكر دول الخليج شكر كبير لما قاموا فيه من إصدار بيان خليجي أمريكي المتمثل في وزراء الخارجية يدعو العراق إلى احترام قرار مجلس الأمن 833، ويدعو العراق للالتزام في اتفاقية الملاحة البحرية وتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله. وأيضا صدر بيان خليجي بريطاني. على العراق أن يتدارك هذا الموقف، لا يعتقد كائنا من كان أن المسألة هي كويتية عراقية. هي اتفاقية مودعة لدى الأمم المتحدة، ولم تودع في الأمم المتحدة إلا أن تكون تحت إشراف عالمي ودولي. الكويت قامت بتعهداتها، يبقى أن كل طرف يجب أن يقف عند مسؤولياته.